ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي من الفيديو اللي فات. معاكم منى حسن في فيديو جديد ووصفه جديده. قبل اي حاجه صلوا على النبي يا جماعه، بنيت ان ربنا يحقق لكل واحد الحاجه اللي نفسه فيها وبيتمناها. الفيديو بتاع النهارده هعمل معاكم طريقه تنظيف الممبار باذن الله. الفيديو الجاي اللي هينزل هيبقى طريقه ان انا هعمل معاكم ممبار يعني بطريقه حلوه وسهله وهتعجبكم ان شاء الله. انا الاول بقطعه حتت صغيره كده، مش بسيبه زي ما هو طويل خالص. وبعدين ببدأ ان انا اشيل الدهون الزيادة اللي بتبقى عليه وبقلبه بالطريقة دي. هيجي برضو مقطع دلوقتي من قريب يوضح لكم برضو انا بقلبه ازاي، يعني واحدة واحدة. ببدأ ان انا الحتة اللي هي بتبقى جوه اللي هي الناعمة دي ببدأ ان انا احكها كده بالسكينة، بتطلع زي حاجات بيضة كده. هتشوف معايا ده كله في الفيديو يعني. الحاجات دي اصلا بتبقى لو انت سبتيها في الممبار بتديكي زفارة وطعم وحش فيه يعني. فالممبار من الحاجات اللي هي لازم تبقى نظيفة قوي 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 علشان تاخدي منها طعم وريحة حلوة يعني. كمان انا ما بحب شكله من عند حد الصراحة، لازم انا ابقى عاملاه بايدي كده واثقه في نظافته. وكمان ما بحبش شكله من بره يعني. الحاجات اللي زي دي ما بحبش شكلها من بره. زي ما انتم شايفين كده في الفيديو بقلبه واحده واحده كده، وبعدين بنزله تحت المية، والمية هي اللي بتكمل القلبان بتاعه. تمام، فهو سهل مش صعب خالص. وببدأ ان انا احك كده وانزل الحاجات دي كده بالسكينة. هو مش بيتقطع، بس انت يعني ايه وانت بتحكي كده بالراحة بحيث ان انت برضو ما تقطعهوش معاكي. تمام، هي الحاجات دي لازم تتشال زي ما قلت لكم علشان الزفارة والريحة بتاعته كده. من الحاجات اللي لازم تتغسل حلو قوي وتتنقع حلو قوي علشان تاخدي منها ريحة حلوة وطعم حلو كمان. تمام. كنت عايزة اكلمكم على حاجة اسمها ممبار صيني. بيتباع في السوق يعني. الممبار ده لو لقيتيه في السوق والراجل الجزار قالك خديه ب4 جنيه ما تاخدهوش، لانه بيبقى وحش، طعم وحش. ثانيا تقريبا بيجيب سرطان او كده. فانت هات الممبار اللي هو عليه طبق دهون من بره، اللي احنا متعودين عليه، اللي هو مثلا لو في اضحيه في العيد ولا حاجه، اللي احنا بنجيبه من الاضحيه. ما تروحوش تجيبي الممبار الصيني. برضو باذن الله الفيديو الجاي هتكلم عنه بالتفصيل يعني. تمام. انا هنا بقى كنت بعد ما قلبته كده وحكيته بالسكينه حلو ونضفته، بدات ان انا اغسله برضو حلو تحت الميه. هبدا ان انا احط عليه دقيق ذره او دقيق، اي دقيق عندك، بس الدقيق الذره بيبقى حلو برضو في الزفاره بيشيلها يعني. ونص ليمونه وشويه ملح كده يعني ايه، قد معلقتين ملح خشن يعني. وهبدا ان انا ادعك بيهم الممبار حلو قوي، كانك بتغسلي هدوم. اغسلي في الممبار كانك بتغسلي هدوم زي زي ما انتم شايفين كده. علشان بس ايه كمان لو لسه في حاجات زياده انا مش شلتهاش بالسكينه، يبدا ان الدقيق والملح والليمون وكده يشيلها يعني. ادعكيه حلو قوي. وكمان لو عندك وقت سيبيه مثلا في الخلطه دي نص ساعه على كل وش مثلا. ده الوش اللي هو الناعم اللي هو بيبقى جوه اللي انا حكيته. تمام. هعمله على الوش ده وهرجع اقلبه تاني واعمله برضه على الوش التاني. ادعكي بقى بايدك كده واغسلي واشطفي واعملي يعني ايه، خليه كده يبقى بيلمع وابيض. وكمان مفوقي لما تيجي تحطيه تشميه مش هتلاقي اصلا في ريحه زفاره خالص. خلاص احنا نعتبر قضينا على الزفاره. كمان حطي ممكن نص معلقه طحينه. بس انا كنت في اللقطه دي أنا كنت ناسيه الطحينه، بس لما اجي اقلبه على الوش تاني باذن الله هحطها يعني. تمام. الممبار من الحاجات اللي انتي تجيبيها ونضفيها في البيت. ما تعتمديش مثلا لو جزار او حاجه بيقولك ان انا بنضفه، لا لازم برضو تعيدي عليه نظافه. ولازم تظبطيه في البيت كده علشان يعني ايه تبقي بتاكلي الحاجه وانتي مستريحه، مش شامه ليها ريحه وحشه ولا ريحه نفاذه تكرهك في الموضوع يعني. هو حلو مش وحش. انا عارفه ان ممكن يبقى في ناس كتير مش بتاكله، بس صراحه هو يعني هو حلو مش وحش يعني، واكله حلو. انا بوريكم بقى ان البتاع ده اصلا بيبقى كأنه اصفر كده. الحاجات اللي احنا بنحكيها دي بتبقى صفرة، فلما بتحكيها الممبار بيرجع ابيض ونضيف. فانا كنت بوريكم ان هو ابيض يعني. كده انا غسلته على الوش ده وهغسله تاني. هبدأ بقى ان انا اقلبه على الوش اللي هو بيبقى فيه دهون من بره. تمام. انا كنت بعد ما كنت هقلبه فقلت لا هشطفه كمان مرة يعني، بحيث ان انا خلاص هقلبه على الناحية التانية فبرضه اغسل الناحية التانية. الناحية دي ابقى ضامنة ان هي خلاص نضيفة. تمام. الممبار والكرشه والحاجات دي، انا الكرشه ما باكلهاش يعني، بس لازم ابقى انا اللي عاملاها. ما بعرفش اكلها عند حد خالص يعني.
او ببقى لو بقى اتحطيت في موقف واكلتها ببقى باكلها اللي هو وانا متضرره يعني، او بدوق الاول عجبتني بكمل، مش عجبتني خلاص مش هاكل. هبدا بقى ان انا اقلبها، وزي ما قلت لكم ببدا بالصباعين، امسكها بصباعين والصباعين التانيين يقلبوا. تمام. ادخل بس الحته كلها جوه اول الممبار وتحت الحنفيه بالميه، هتلاقي الميه اصلا نزلت لك الباقي. فاهمين؟ يا رب تكونوا بس الفيديو واضح قدامكم والطريقه تكون واضحه يعني. تمام. انا هقلبه بقى كده كله، ولو في دهون زياده عليه من الناحيه التانية هبدا ان انا اشيلها برضو. وزي ما قلت لكم في ممبار موجود في السوق، الممبار ده بيبقى ابيض نظيف، بتشتريه من عند جزار برضو، يعني هو في جزارين بتبيعه بيبقى نظيف خالص، ولا فيه دهنه ولا فيه اي حاجه. تحس ان هو زي الكيسه، عارفين الكيسه البيضه؟ هو بيبقى عامل زي الكيسه البيضه كده، بتاخديه واللي هو بقى بتحشيه على طول. وكمان بيروح جاي قايل لك ايه الجزار، هو بيوزنهولك في ميه، بيقولك لو هتحطيه في الفريزر حطيه بميته، ما تشيلهوش من الميه. انا مره جبته وعينته في الفريزر من غير الميه، اللي هو كان فاضل مثلا مني 2 3 فشلتهم في الفريزر من غير الميه. بجد لما جيت طلعتهم ريحتهم كانت فظيعه، تحس ان في حاجه ميته في الفريزر اصلا. فالممبار ده لو لقيتوه ما تجيبوش خالص. هات الممبار اللي هو انا بوريكم اللي هو فيه دهن زي كده، والجلده بتاعته بتبقى تخينه مش بيضه شفافه، لا. برضو بعد ما قلبت على الناحيه التانية هحط برضو الملح والدقيق اللي هو الذره ونص ليمونه. زي ما قلت لك مش متوفر عندك دقيق ذره، حط دقيق عادي اللي هو اللي احنا بنستخدمه في الكيكه والمخبوزات وكده. وهنا بقى كنت افتكرت الطحينه، فهجيب بقى ايه نص معلقه طحينه او معلقه طحينه كده عليهم. وزي ما قلت لك المحلول ده خليه نص ساعه لو عندك وقت على الناحيه دي، ونص ساعه على الناحيه التانية برضو. وباذن الله بقى الفيديو الجاي انتظروا مني طريقه عمل الممبار. عامله لكم ممبار بطريقه حلوه قوي وكمان تحفه، وكان طعمها حلو وريحتها حلوه، وجربوها ان شاء الله هتعجبكم. هبدا برضو ان انا ادعك على الوش التاني. اعتبري نفسك ماسكه حته قماش كده وبتغسلي فيها، اتعاملي معاه كانه هدوم وانتي بتغسليه. انا كنت سيبته بقى الناحيه دي، سيبته كده شويه، قلت يعني ايه اسيبه بس في المحلول ده شويه لحد ما ابقى ارجع له تاني، يعني كنت بعمل حاجه وسيبته فيها. هبدا برضو ان انا اغسله بقى واشطفه برضو من جوه ومن بره. تحت الحنفيه هدخل جواه الميه. انا مش عارفه انا بدعك فيه كده ليه الصراحه. انا تحس ان انا بنتقم منه مش بنضفه. هبدا كمان ادخل الميه فيه من جوه، يعني الوش برضو اللي انا نضفته قبل كده برضو هعيد عليه كمان. ادخل فيه ميه مثلا بحيث ان هو لو لسه في حاجه، لو دخله دقيق برضو من الناحيه دي يبقى ايه الدنيا كلها معايا نظيفه. واحط بقى خلاص في مصفى واسيبه يتصفى عادي لحد بقى اما اعمله الخلطه بتاعته كده واحشيه. ما تنسوش يا جماعه لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه عندي وحطوا لي لايكات كتير، واكتبوا كومنتات حلوه زيكم، وشجعوني ان انا اعمل لكم حاجات احلى واحلى ان شاء الله. ويا رب ربنا يحسن ما بين ايديكم وتطلعوا حاجات احسن من كده بكتير يعني. الممبار اهو يا منى ابراهيم، هي اللي كانت طالباه مني، فانا نزلت لك المره دي اهو بالتنظيف. وباذن الله برضو الفيديو الجاي هعمل لك الطريقه بتاعته بالخلطه وكده. فانتظريني بقى، انتظريني. حطوا لايكات يا اماراتي اللي بتتفرجوا عليا، واشتركوا عندي في القناه. اشتركوا عندي وفرحوني. هنا كانت دي عليها دهون زياده فكنت بشيلها، يعني هرميها عادي مش هستخدمها في اي حاجه، لا. نضفوه يا جماعه حلوه قوي، وخليكي اعملي الحاجه في بيتك احسن ما تشتريها من بره. في منبار بيتباع بره جاهز، بس اعملي الحاجه في بيتك بتبقى ضامنه النظافه بتاعتها وانتي عاملاها ازاي وكده. وشايفين لونه اصلا بقى تحفه. اسيبكم بقى في رعايه الله، مع السلامه.